أهلا بكم أعزائي المشاهدين. الاتحاد السكندري أحد قلاع كرة القدم المصرية، قدم للكرة المصرية كوكبة من النجوم على مر العصور. في كرة القدم المصرية نادي الاتحاد ده يعتبر ركيزة من ركائز الأندية المصرية بالفعل منذ قديم الأزل. من العشرينيات على فكرة، ده أول نادي سافر خارج القطر المصري كان الاتحاد السكندري عام 26 عندما فاز بكأس التفوق المصري الذي يعرف بعد ذلك باسم كأس مصر. يعني بعد ما حقق لقب كأس مصر الاتحاد سنة 26 سافر خارج القطر المصري كأول فريق يسافر خارج القطر المصري كان الاتحاد السكندري، لقب بسندباد الكرة المصرية. الخسارة الأخيرة ليه بالفعل بعد فوز في 3 ماتشات يبقى في خسارتين كده، بالفعل لازم يبقى في وقفة هنا مع هذه الهزائم. الاتحاد الكل توسم خير في البداية، إنما الروح لما تغيب كده عن اللعيبة ده لازم يبقى في يعني وقفة مع هذا الأمر. لأن نادي الاتحاد نادي كبير الحقيقة، إدارة النادي وفرت كل سبل التألق وكل مقومات النجاح. فلا بد ان اللعيبه تدي بقى، يعني تدي، يعني انتوا خدتم ادوا. انما كده ما ينفعش هذا الكلام. لابد من وقفه. انتوا عندكم مباريات مهمه جدا، المباريات اللي جايه كلها مهمه جدا جدا. انك تبدا بدايه قويه وبعدين تبدا تتوارى كده او يحصل فيه انكسار لدى الفريق ولدى الجمهور المحب جدا جدا لسيد البلد. جمهور عظيم، جمهور الاتحاد السكندري. يعني صالحوا الناس مش عايزه منكم حاجه، مش ولا بتاخد فلوس منكم ولا عايزه منكم حاجه. الناس عايزه تفرح باسم نادي الاتحاد وفريق نادي الاتحاد السكندري. الاداره بتوفر لكم كل سبل التالق ومقومات النجاح. ايه اللي بيحصل ده من اللعيبه يا جماعه؟ اللي مش عارف قيمه نادي الاتحاد السكندري ما يلعبش. نادي الاتحاد السكندري ده قيمه كبيره جدا، وشرف لاي لاعب انه يرتدي التيشيرت الاخضر وتيشيرت الاتحاد السكندري. اتمنى لهم كل التوفيق يا رب في مرحله قادمه، وتعود الروح القتاليه العاليه جدا لسيد البلد في المباريات القادمه عشان تسعدوا جماهير اسكندريه وتبقوا موجودين في مكانه تليق باسم نادي الاتحاد السكندري العظيم. تحياتي خالد عبد الشفيع.